صباح الطاقة بتاعت الملك فاروق، كان بيشرب منها كل يوم عشان خاطر الصحة. نفس لو هطلب حمام سادة. سادة. طب اول بقى لما سمعنا وشوفنا كده ان في حمام عليه قشطه ومعمول بالجمبري ومحطوط عليه كوارع ومحطوط عليهم قشطه، فاحنا جينا عشان نشوف الكلام دوت. طبعا انتوا عرفتوا احنا فين دلوقتي، احنا عند مين؟ عند قصر الحمام. هل بقى الجمبري هيبقى حلو في الحمام؟ نشوف بقى الكوارع هيبقى حلو في الحمام ولا لا، وعليهم قشطه. فالموضوع ده جديد بالنسبه لي، ويلا بقى بينا نخش نجرب. يلا يا معلم تعالى وربنا يستر. وجبت من عندهم كذا حاجه كده عشان نجربهم مع بعض، واهم حاجه عندي الاختراعات زي حمام القصر بالكوارع وحمام الرز بالجمبري اللي انتوا شايفينه دوت. وجبت من عندهم حمام محشي فريك اللي هو العادي، وجبت من عندهم طبق ممبار صغير، وديت بقى مزاليكة حمام او طاسه كبده القصر زي ما هم مسمينها. وطبق السلطه عندهم ب20 جنيه سواء خضراء او طحينه. ودوت بقى طبق شوربه القصر وبيسموه شوربه الملك فاروق، والسيرفيس شارج عندهم حوالي 14%. طلب الطبق ده مخصوص للجماعه، وهي اللي اقترحت عليا ان احنا نيجي اصلا قصر الحمام عشان نفسها تدوق الحمام اللي محشي جمبري. مش عارف اصلا هيعجبني ولا لا، بس هي جايه عشان. بصوا كده، انا عايزكم تبصوا ده قوام الشوربه بتاعتهم. وانا اول مره في حياتي ادوق الشوربه ديت اللي هي شوربه الملك فاروق ديت. بيقول لك دي شوربه صحيحه بتنزل مع الشوربه وبتتضرب في الخلاط، وبيبقى الحمام كله مضروب ومخلوط زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دسمه كده شويه وتقيله. التيست بتاعها كده تحس ان هي مديه على شوربه عدس، بس طعم الحمام باين فيها، لكن بس هي طعمها حلو. خش بقى على اللي بعده. انت ايه رايك في اختراع الحمام اللي هو اللي بالجمبري ده؟ ها؟ وانا عن نفسي بحب الحمام. بتحب الحمام لوحده؟ بحبه لوحده. والجمبري لوحده. اه بصي، واخد حمام وجمبري وقشطه وجبنه موتزاريلا ماشي، وداخل الفرن شويه. فاحنا نجربه هو الميكس على بعضه حلو ولا لا. برضو ايه تقولوا لنا رايك بس بصراحه، وطلع للناس اللي ايه الشيف اللي جواكي. احنا ندواك الاول معلقه كده بالجمبري مع الرز بتاع الحمام. هو رز مع الجمبري حلو. طب تمام. طب خدي بقى واحده ميكس رز مع الجمبري مع القشطه مع حته حمامه. هي بص انت كده خدت لقمه ميكس من كل حاجه. راي الشيف يطلع جواكي. هو طعمه حلو. بس حاسه ان الجمبري مغطي على طعم الحمام. يعني هو والجبنه الموتزاريلا. الجمبري والجبنه موتزاريلا متغطين على طعم الحمام. ده عارفه يمشي ايه؟ ممكن بقى ليه يعني انت تيجي تاكله تاكل الوش اللي فوق ده كده لوحده ومعاه الرز بتاع الحمام، وبعد كده تخش على الحماميه اكنك كلت طبقين مختلفين. ده انا شايفه كده بصراحه. الساده ساده طب انا عن نفسي لو هطلب حمام ساده. نجرب كده انا واحده ميكس كده على بعضه. بسم الله. بص احنا بنعتذر عن الزروطه دي، بس هو اصلا الاكل ده زروطه. انا باكل بالمعلقه ومفروض اصلا يتاكل بالايد. الميكس كله على بعضه بصراحه هو مش لاقي على بعضه. اللي هو الحمام بقى مع الجمبري مع الكلام ده مش لاقي على بعضه. بص كده، بص الحماميه شكلها عامل ازاي. انا عاجبني اللي التحميره بتاعتها حلوه. نفتحها كده مع بعض بالمعلقه عشان شكل الموضوع كبير. شويه كوارع على جنب كده ومتسقسه قشطه، يعني ان انا عارفه ان هي واخده حته قشطه من فوق وعليها حته الجبنه الموتزاريلا دي. بتخش شويه في الفرن. عموما كميه الكوارع مش كبيره، يعني هي معلقه واحده كده. يعني ده كده كميه الكوارع اللي فيها. بسم الله. فكره بقى ان انا ادوق قشطه مع حمام مع كوارع دي جديده، يعني مش عارف الميكس كله يبقى مع بعضه حلو ولا لا. انا اول حاجه ادوق الكوارع، وطعم الكوارع حلو بس ايه راح في حته تانية خالص بقى، جيلاتيني كده والتيست بتاعه ضاع. خد بقى واحده ميكس وكده. كان الاختراع ده كده على بعضه ميكس، بما هم عاملينه كده فهو معمول ميكس. طبعا بتاكل بالايد بالمعلقه يبقى صعب شويه، بس عشان ما نزودش الدنيا والفيديو يبقى دمار خالص احنا نجربها كده. بص هو الميكس كله على بعضه جديد، يعني هو دسم شويه. حته القشطه مع الجبنه ديت مع الكوارع مديها دسامه زايده فوق الحمام، فهي الناس اللي بتحب الحاجه دسمه قوي وحرشه هيعجبهم ده جامد جامد. شكل الحماميه كده وادي الحجم بتاعها اهو. بصوا ده شكل الحماميه من جوه. جوه كده بسم الله. طعم الفريك حلو ومستوي وطعمه مفلفل كده ومش معجن، بس مستوي حلو قوي. وطعم الحماميه ذات نفسها كده في اللذيذ منه. طبق كده بص محطوط فيه صابع بتنجال و70 ورق عنب، فهم دول جايين لنا كده يعني يعتبر هديه كده مع الحماميه. فاحنا ايه عندهم بقى محاشي عندهم كأنك بتاكل في البيت بالظبط. بص احنا نخش بقى اللي بعده كده قبل ما يبرد. الممبار بقى حابب اقول لكم ان هو شكله يفتح النفس كده، وانا بحب بصراحه الممبار الصغير دوت عشان بيبقى فيه قطع اللحم بتاعته دي بتقرمش بتبقى حلوه، بتبقى احلى من الممبار اللي مليان رز. الخلطه بتاعته جميله والرز ذات نفسه
مفلفل كده مش معجن بس مستوي، يعني رغم ان هو مفلفل كده مستوي. طبق مزاليكة الحمام بتبقى عبارة عن كبد الحمام زي ما انتم شايفين، صغيرة كده ودايبة. دي الكبدة بتاعت الحمامية كاملة اهي. شوف بقى تبحين كام حمامة عشان يدوني الطبق ده. يلا هم يا جمل ده. انا العظيم تحفه. حلوة؟ بصراحه طعمها تحفه. بصراحة طلعت حلوة. طلعت حلوة قوي. هي أحلى من كبدة الفراخ، باين فيها بقى ايه طعم الحمام. هي جميلة. الجبنه الموتزاريلا مش حلوه مع الحمام. صح؟ لا. بالنسبه بقى للميكس دوت بالجمبري كده او اللي حاطينه دولت، هو كفكره جميله حلوه قوي، بس لو حته القشطه على الحمام تمشي فاهمني، لكن حته الجبنه الموتزاريلا والجمبري ضيعت لي طعم الحمام خالص، وحسيت ان انا رايح في حته تانية خالص غير الحمام. لكن الحمام الساده من عندهم تحفه وجميل جدا، وطعمه ما شاء الله تبارك الله جميل جميل جميل. على كده في الاخر اقول لكم اكتر حاجه عجبتني، انا عجبني بقى الحمام الساده بالمحشي الفريك. الفريك عندهم دسم جدا على فكره، حاسس ان هو مسق شوربه حاجه، شوربه حمام، اي شوربه تالي شوربه حمام، بس دسم وجميل وحلو قوي. ويجي تحت منه المزاليكه دي حاجه تحفه جدا، اول مره دوق الكبده بتاعت الحمام دي جميله جميله جميله. ويجي تحت منهم بقى الممبار من عندهم حلو حلو، والرز حلو، الخلطه سبايسي كده، والرز مفلفل وجميل جدا، والحجم بتاعه صغير. وبالنسبه بقى لاختراعات الحمام اللي هم عاملينها، انا كاسلام ما جاتش معايا خالص وما عجبتنيش خالص، لكن كحمام ساده عندهم الحمام تحفه. والشوربه طبعا لوحدها هي حلوه دسمه، دي بقى تديك الباور وصباح الطاقه بتاعت الملك فاروق، كان بيشرب منها كل يوم عشان خاطر الصحه. وده بقى كان الريفيو بتاعنا من قصر الحمام. وايه رايك بقى في التجربه؟ تتاكد من 10 كام؟ 7 من 10. 7 من 10.